سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبتدي كده فيديوهات طبعا دورة البط اللي أنا مصوراها والبطة كانت مطلعاه. الناس اللي هي متابعة معايا على القناة أو على الصفحة طبعا عارفين ان البط ده انا ما بشتريهوش، ده البط اللي كان طالع من تحت البطة. فهنبتدي بقى ان احنا في توفير العلف ليه، وهنبتدي نربيه كده بالخلطات الطبيعية وبالاعشاب، وهننزل فيديوهات جديدة تقريبا كده، يعني كل يوم هحاول كده على قد ما اقدر ان انا اصور معاكم دورة البط دي. فابتدينا كده في اول اليوم. طبعا ابتديت ان انا حطيت المية في السقاية، مية نظيفة ومية جديدة، عليها طبعا عصرة ليمون. عندك ممكن تحطي معلقتين من الخل على السقاية وترفعي السقاية من على الأرضية علشان المية تفضل نظيفة قدام الطيور بتاعتي. وابتديت بقى ان انا حطيت لهم بقى العلف بتاعهم اللي هم هياكلوا منه. طبعا انا هنا في بداية دورة البط دي هنأكلهم، لازم وضروري يكون نوع العلف كويس. طبعا انا هنا بأكل العلف اللي هو الحباية اللي هي الوسط او الناعمة اللي هو 23%، بحطه كده للبط مع بقى الحاجة الموفرة اللي انا عاملاها ليهم. حاطه لهم العيش اللي بيكون فايضة عن حاجتك، يعني تبتدي ان انت تاني يوم تنعميه او تقطعيه قطع صغيره خالص او تفركيه كده بحيث ان هو يكون ناعم خالص والبطه تعرف ان هي تاكل منه. فببتدي ان انا بقلب بقى العيش مع العلف وبحطه للبط، بيشبعه، بيخلي البط يشبع على طول. في نفس الوقت تلاقي البطايه كبرت معاك على طول. طبعا البط ده لسه ما كملش عمره الاسبوع معايا، وما شاء الله حجمه كويس جدا. اهم حاجه طبعا في تربيه الطيور في الاسبوع الاولاني التدفئة، والمكان يكون آمن خالص علشان مفيش حاجة تيجي على البط بتاعك وتاخده منك. لو المكان مش لو انت مش مقفلة يعني عليه كويس، علشان البطة في العمر ده ما بتعرفش ان هي تدافع عن نفسها. فهنا انا حطيتهم على الارض، نزلتهم من على البوكسة، الأم كانوا في البوكسة في نفس الأوضة، فنزلتهم بقى من على الأرضية علشان يجروا في المكان ويبتدوا ان هم يجوعوا ويدوروا على الأكل وعلى المية. وتلاقي البطاية نشيطة معاكي كده وبتجري كده وتكبر معاك على طول. أهم حاجة طبعا برضو التهوية والتدفئة والنظافة. بتلاقي البطاية ريشها بيلمع عليكي، ما بتبهدلش نفسها، بتكبر معاك على طول. انا هنا حاطه لهم بقى الاكل بتاعهم بعيد عن الميه، فهم بياكلوا ويشربوا. طبعا على اخر اليوم ببيتهم في مش ببيتهم في البوكسه اللي هم كانوا فيها، بشيل الخشبه اللي قدامكم دي اللي هي على الارض دي بشيلها، ففي مكان فاضي كده تحت البوكسه، لان البوكسه دي عاليه، فبيبتدوا ان هم يدخلوا تحت البوكسه دي، فبيكون المكان ده دافي. بدا هم طبعا طبيعه البط بيدفي نفسه بنفسه، فهو بيدخل تحت البوكسة دي، والصبح طبعا بيروح خارج لوحده برضه. ولو كان في بواقي اكل من الليل قدامهم بياكلوها، مفيش بيستنوا طبعا لما اجي انا بقى افطرهم. بفطر البط ده بتاعي ده على الساعة 7:30 8 بالكتير، بكون مجهزة بقى الاكل بتاعهم، وبكون غسلة السقاية بتاعتي كويس، وبحط لهم مية نظيفة يوميا. السقاية دي بتكفيهم يوم كامل. ليه؟ لان البطة في العمر الصغير دي ما بتستهلكش اكل كتير ولا مية كتير، لكن عشان دخلنا على فصل الصيف فضروري طبعا انك انت ما تسيبيش الطيور بتاعتك من غير مية. اهم حاجة ليهم في الفترة عشان الحر وكده المية باستمرار، تغير لهم المية، ما تسيبهاش مركونة قدامهم كتير. يعني لو انت تاني يوم هتيجي عشان تأكلي البط بتاعك او الفراخ ولقيتي ان السقاية فيها مية، ما تكسليش كب المية اللي في السقاية ونضفها كويس جدا، وابتدي انك انت تملي لهم مية جديدة علشان ما يحصلش بقى اي مشاكل كده في فصل الصيف. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. نوع البط ده طبعا كويس جدا بالنسبة للطعم وللحجم وللمناعة، كل حاجة فيه حلوة خالص خالص. هو ده طبيعة البط اللي بيطلع من البيت، بتلاقيه كده ليه شكل تاني عن اي بط بتشتريه من بره ما شاء الله.
فده بداية اليوم. ابتديت بقى ان انا حطيت لهم العلف ده والعيش، وهنبتدي بقى ان شاء الله الفترة الجاية نبتدي ان احنا نعمل خلطات لزيادة الاوزان في العمر الصغير ده، كمان على المية وعلى الاكل وحاجات مختلفة كتير جدا جدا هنزلها معاكم، سواء بالاعشاب سواء بالحاجات اللي هنعملها. تابعوا معايا ان شاء الله هتستفادوا كتير جدا جدا. وتابعوا معايا هتلاقي تربية الطيور سهلة خالص خالص وبسيطة ان شاء الله باذن الله. يا ريت لو انت لسه موجوده كده معايا لحد الان من الفيديو ولسه ما عملتيش اللايك، بسرعه كده تعملي لايك للبط الصغير الحلو ده، تشجيعا طبعا من حضراتكم، علشان اكمل معاكم. ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت كده لو انت لسه موجوده معايا لحد الان من الفيديو ولسه ما عملتيش لايك، بسرعه كده تعملي لايك عشان اتشجع ان انا اكمل معاكم. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.